مش لهالدرجة استغفال. الجمهور كله عارف الصحيح وشايف الصحيح. فريق طالع كاس العالم هيك بصير بيبدا بالاتحاد. وقت الضعف يا اخوان، الدوري حكام. اذا بدكم دوري مثل العالم والناس خافوا الله بالتحكيم، انظروا بالتحكيم. قدامي الدوري خاوه غصب عن الدراز وزعلان الحسين. الدوري لو لبسوا الحكم ازرق ولجنه التحكيم لبسوها ازرق ما حدا راح يقدر للحسين اربد الملكي نادي الوطن الحقيقي. كلمة واحدة للحكام، الدوري خاوة حسيني، والدوري للحسين اربد راح ناخذها من عمان وخاوة، واذا مش خاوة بدناش الدوري كله. الحسين عم الجميع فوق بمراحل وصيصة يسعد دينا. لكن اقسم بالله العظيم انه الحكم عقد اللعيبه، موت المباراه، خرب المباراه. وجه رساله للرئيس عامر ابو عبيد. مرحبا ريس، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ كله تمام؟ يا الاصفر ضاغطهم، يا الاصفر اضغطهم. لكم الماضي ولنا الحاضر هو جمهور الحسين اربد والنادي عامر بعامر ابو عبيد. شيء تحية احترام وتقدير لنادي السلط العريق، وتحية احترام للمدرب الوطني اللي ما تواجدش اعتقد هذا اليوم، اللي هو هيثم الشبول. مباراة ليست كما يتطلبه الجمهور، يعني مش زي ما بدنا احنا. كنا نتوقع النتيجة تكون عالية أكثر من واحد، لكن الحمد لله رب العالمين. مبارك لجمهورنا، مبارك لنادي الحسين، مبارك للكادر، كل التوفيق للجميع سيدي، والله يعطيك العافية. راية قل لي. انا طبعا رمثاوي. رمثاوي الرمثة دمي وقلبي، واليوم بساند الحسين الله بكل قوة، لأن المدرجات الإخلاق قبل الفوز. يا سلام عليك. يعني ما شاء الله على جمهور الحسين، يعني جمهور فعلا. شو اللي خلاك انت كمشجع رمثاوي اليوم تحضر في درجات جماهير الحسين؟ لأنه الرمثة والحسين واحد من أول من الثمانينات، من التسعينات، يعني آبائنا وجدودنا، يعني هيك تعودنا وهيك تربينا. الرمثة والحسين واحد مش اثنين. مبروك بارك لك حبيبنا، يسعدك. ألف مبروك للحسين إربد. الحمد لله رب العالمين، يعني فوز مستحق ومرتب والحمد لله رب العالمين. بس في مشكلة، يعني لازم نضل نعاني منها التحكيم، لازم نضل نعاني من التحكيم. بدناش محاباة، خلي الدوري حلو، خليها يمشي الأمور طيبة، واللي يفوز يفوز، بس يكون التحكيم زي العالم والناس. حبيبنا أبو شكرا. رايك؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لك أخوي شكرا. حبيبي الله يعزك. الحمد لله رب العالمين، فوز بشق الأنفس وفوز صعب حقيقة. فريق قوي أبدا ما بننكر. السلط اليوم كان عنيد جدا خصوصا بالدفاع، وكان يعتمد على هذه المرتدة. الحمد لله رب العالمين، الله كافأ فريقنا الفرص اللي صحت لنا. وزي ما قال أخوي قبل شوي، نقطة على التحكيم، رسالة للاتحاد الأردني، التحكيم ثم التحكيم. خلي الدوري والمنافسة تكون شريفة وحلوة، مش حكم يحكي يعني يفضل فريق على فريق. كل التوفيق سيدي، الله يكرمك. عافية سيدي. أول شيء ألف مبروك لنادي الحسين، 3 نقاط مهمات. التنافس على الصدارة طبعا راح يكون ما بين الفيصلي والحسين والوحدات والرمثة. احنا أهم شيء ما نضيعش ولا نقطة، وفريق السلط فريق قوي والله يعطيه العافية. صعب وطويل طبعا الدوري صعب لنا 3 مراحل، المرة هذه، وإن شاء الله التوفيق لنادي الحسين كل المباريات إن شاء الله. شو بدي اقول لك؟ مبارك لنادي الحسين، 3 نقاط مهمات. بس بدي اوصل رساله للحكم، يا ريت يحكم كل مباريات الانديه مثل تحكيم ما حكموا مع الحسين، زي ما بحسب للتسلل بحسب للفاول بشكل عام. وبدي اوصل جماهير بعض الانديه الاردنيه، يا الاصفر ضاغطهم، يا الاصفر اضغطهم، يا الاصفر حنا جنودك، يا الاصفر نار ودم. الحمد لله، ألف مبروك لنادي الحسين، فوز مستحق. فريق السلط فريق عنيد، فريق يعني ممكن يكون هو من يحدد بطل الدوري الصحيح. يعني فريق السلط فريق عنيد، ولكن لعب بطريقة دفاعية، دفاع منطقة. الشوط الثاني تحرر شوي صح، ولكن الفوز كان مهم جدا. وبالاجواء هذه يعني بالاجواء المطر، وشفت الاجواء يعني كيف كانت. والحمد لله رب العالمين، 3 نقاط مهمات. ان شاء الله المباراه الجايه مع شقيقنا نادي الرمثة ان شاء الله بكون الفوز حليفنا. والحمد لله. الحمد لله. طيب صلى على النبي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز، هذا قبل كل شيء. اليوم المباراه هاي صراحه كسبنا نجم وخسرنا نجم كثير بشكل غير عادي. مخسر رجاء عايد تمثل بوجود انسان بالوسط
جيد دفاعيا لكنه كارثي هجوميا، اللي هو الاتيرفال. وبجزء لاحظته محمود مرضي بيقول له العب لقدام الطابه لما تلعب تحويلي ما بزبط تعطيها ورا، اساسيات كره القدم نحكي فيها. اما اللي كسبناه اللي هو ان شاء الله عز وجل سيكون هيتذكروه باذن الله بكاس العالم. مين توقع؟ يا عيني عليك، عالم اخر، عالم مختلف تماما عن اي لاعب بجودته بمكان المكان، لاعب شامل جدا. بدك اياه قدام موجود، بدك اياه ورا موجود، بالنص لو تشوف الطريقه اللي كان يفوت فيها بشكل قطري عشان يفوت على النص، شو يسوي بعدين؟ يعطيك خيار تمرير، يلعب على الطرف يعطيك خيار تمرير. اللاعب بتاع كله ما شاء الله، هذا غير كرات الثابته اللي قدام ان شاء الله راح تشوفها بقوه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الف مبروك لجمهور الحسين العريق، الف مبروك الاداره، لكم الماضي ولنا الحاضر. هو جمهور الحسين اربد والنادي عامر بعامر ابو عبيد. مبارك لفريق الحسين وهارد لك للسلط، يعني الحمد لله على 3 نقاط، ولكن كان الاداء باهت، وفي بعض اللاعبين يعني 3 تبديلات للحسين لا يستحق يكونوا بكشوفات نادي الحسين. الاداء باهت جدا، يعني الفيصل المره الماضيه لعب مع السلط كان افضل من اللي لعبوا الحسين بكثير. فريقنا كان اليوم يعني وفوزنا يعني باقدام لاعيبه الفيصلي السلط عفوا، هي طابه عرضيه وجابوها بمرماهم، ولا كان اداءنا الحمد لله بات. في عندك 1 2 3 لاعبين الحسين لا يستحقوا يكونوا موجودين بكشف نادي الحسين. كل التوفيق ان شاء الله. سيد الانديه لو لبسوا الحكم ازرق ولجنه التحكيم لبسوها ازرق ما حدا راح يقدر للحسين اربد الملكي نادي الوطن الحقيقي. مباراة صعبة مع الفريق السلط، وكل المنافسين كانوا يتحدوا انه السلط يوقف الحسين، وان شاء الله نادينا مش راح يوقف، وان شاء الله ننتظر الرمته وننتظر الفيصلي والوحدات. الف مبروك لنا. الف مبروك لجماهير الحسين وخاوه. الحسين اليوم ب3 نقاط رغم انه يعني لعيبتنا بجوز الطقس ما ندريش، لكن بحب احكي كل واحده نقطة ضعف الدوري كامل الحكام بكل امانه، والله العظيم اخطاء بالجمله. الحكم بيخطي مره مرتين مش 10 و15 مره يا اخي. كل المباريات بديش اقول حسين لحاله، مع كل المباريات في اخطاء حكام. نقطة الضعف يا اخوان للدوري حكام. مش لهالدرجه استغفال. الجمهور كله عارف الصحيح وشايف الصحيح. لو ايش الحكام فاز ماشي، فاز غصب عن الحكام مش غصب عن السلط. ابو شقره اتذكر كلامي حتى اليوم يا اخوي ابو شقره يعني عمليه الحكام، حتى اللاعبين اليوم اللاعب بس يقع الخصم بقف بصير يطلع الحكم، بس الحكم شو بده القرار بده اطابه. الحكم عقد اللعيبه، دمر اللعيبه، خرب المباراه. حسين فاز، بس فاز صحيح، فاز وظروف الجو. شوف الجمهور، شوف جمهور الحسين، شوف الجو كيف، شوف جمهور الحسين وفاة جمهور الحسين. لكن اقسم بالله العظيم انه الحكم عقد اللعيبه، موت المباراه، خرب المباراه. التحكيم، لجنه التحكيم تتفق على دمار المباراه، مش يردوا الفيصلي يقول لعب وخلص. فريق طالع كاس العالم هيك بصير بيبدا بالاتحاد والاتحاد يرجع على الحكام. عافية جميعا، مبروك للحسين اربد. السنه الماضيه وديت لك على الماسنجر اللي عليك كانت تنزلها قبلها بشهر، قلت لك الدوري للحسين اربد وباركت لي، والدوري للحسين اربد وراح ناخذها من عمان وخاوه، واذا مش خاوه بدناش الدوري كله. مباراة كويسة، ولولا ارضية الملعب السلط بوك الخمسة اللي فاتهم ارضية الملعب مشبعة بالمياه عملت عائق للاعبينا، ولا السلط بوك الخمسة بالراحة. يعطيك العافية ومبروك نادي الحسين وهارد لك لنادي السلط سيدي. بس احنا فزنا بجهد صعب يا اخي. الحكام مشكلتنا مع الحكام، احنا مشكلتنا من زمان نادي الحسين مع الحكام. شو المشكلة يا اخي؟ انتم الاعلاميين يعني بدي اسالك سؤال، ما تقدروا تجيبوا لقاء مع الحكام؟ يعني تقدر الشيء مثلا يوم من الايام تقول هيك الحكم جيبوا حلقه خاصه هيك مع الحكام، قول له انت شو بصير معك جد، شو بصير مع الحكام مع نادي الحسين جد يا ابو شقره. الله يعطيكم العافيه. الحمد لله على الفوز ان شاء الله. الان 3 نقاط الحمد لله رب العالمين. كانت مباراه صعبه لكن باقدامنا الحمد لله قدرنا نجيب الهدف ونعتلي ان شاء الله للصداره. احنا الان من حي ابو عبيد لما نادى علينا وقال بنا شحذ الهجمه، احنا لبينا النداء رغم الظروف الجويه ورغم الامطار، لكن احنا مثل ما هو قال
بدنا اياكم، احنا جهزنا حالنا وحطينا المعدات والادوات حتى نكون جاهزين. الحمد لله الحسين بين العينين، الحسين بين العينين، لكن في نداء بدي اقوله انه رمثة والحسين حبايب، وان شاء الله الفوز بكره للرمثة ان شاء الله. حطوا على الركايب، حطوا على الركايب، الرمثة والحسين حبايب، وانتظرونا ان شاء الله. ايوه مبروك لنا، الف مبروك لجماهيرنا. انا بنتشكر الجماهير اللي اجت اليوم رغم شده البرد للامانه. احنا الان عتبنا على الحكام صراحه، يعني انا بتمنى واحد من الحكام، واحد بس يطلع يصرح ليش استبعاد صدام عماره من لجنة التحكيم. صدام عمارة لأنه ما مشي زي ما بدهم. صدام عمارة مش نادوي. صدام عمارة بخاف الله. ليش؟ اما في ناس تاخذ ضربات جزاء من وحي الخيال واحنا مش عارفين هيك بس عشان ترضية. إذا بدكوا دوري مثل العالم والناس خافوا الله بالتحكيم، انظروا بالتحكيم. قلتوا لنا بدنا فار، النية من السنة المضت بأول الدوري بدنا فار، وينه؟ بعده ما جاش. يعني بطلنا نفهم اي شيء. الاتحاد الاردني لوين بده يوصلنا؟ يعني فريقنا بتعب والجمهور بتعب وكله بتعب، اخر شيء بيجي التحكيم بضيع لنا كل شيء. واحد يطلع من التحكيم ويقول لنا وين صدام عماره. الظروف الجويه الشباب الحسينيه بيرفعوا الراس، الجمهور فخم الله يعطيك العافيه ابو شقره. احنا رساله للحكام، وصلنا العالميه. اتمنى 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 انه دورينا يظل منظم وتنظروا للعالم بنظرة الاحترام والتقدير وفكونا من الندوية. احنا في النهاية مع المنتخب الوطني، وهذا كل اللاعبين رديفين للمنتخب الوطني. حكام بدنا نخاف الله، بدنا نلاقي الله بإشي جميل. الله يعطيك العافية ابو شقرة، كل التوفيق إلك ابو شقرة، الله يعطيك العافية. ضغطناهم احسن وسكروا الملعب وفزنا عليهم. لابو عبيد تحياتي لك ابو عبيد، نادي واحنا وراك، احنا خلفك، احنا امامك، يمينك شمالك، ولا يهمك ابو عبيد. يعطيكم الف عافيه، مبارك الفوز. طبعا الفوز هو حلو، والاحلى من الفوز انه بتاخذه يعني غصبا عن الجميع. صراحه في مليون نقطه علامه استفهام على التحكيم. يعني بطرس اليوم الحسين فاز، رغم يعني الاداء اللي ما كان مرضي للجماهير، اغلب الجماهير ما كانت راضيه عن الاداء، بس الحسين يعني ادى وفاز. خلينا نحكي ادى وفاز والحمد لله. يعني الجو انت شايف كيف، والارضيه كيف كانت، الحمد لله. واهم شيء الفوز وسلامه اللعيبه فوق كل شيء كانت صراحه. صح. مبارك سيدي، الله يبارك عمرك. كلمه واحده للحكام، الدوري خاوة حسيني. الدوري لمين ولا لمين ولا لمين؟ الدوري لمين؟ للحسين. الدوري لمين؟ للحسين. هذا لساعة. انا والله متابعك على الفيس وشفتك لما رحت على المنتخب تحت سنه 23. بس بدي اقول الحمد لله فزنا واخذنا 3 نقاط، وان شاء الله مع الرمثة صح انهم اخواننا، بس يا رب يتعثر قدام في الصداره. ولو في حكام وتقنيه فار جديده احسن، بالله عليك نزل فيديو. الحسين قدم مباراه ممتازه، بس في ضربه جزاء للحسين ما حسبهاش الحكم كان سيء اليوم. فاطلب رئيس النادي الحكام انه يحطوا لنا فار مرتب، انه مش هيك يعني العالمين الفار من 20